أنا أعتقد إنه نحن لازم نشوف حل مع فرنسا، لازم نشوف لها حل جذري، حل ينهيها، خلص بكفي. لأنه إذا كل مرة بدنا نتغاضى، ترى هي كل مرة قاعدة عم تصدمنا بفضيحة ولا ببلوة. شفت لما تكون قاعد مع الضيوف ويكون في ولد صغير أو أخوك الصغير يصير يعمل حركات غريبة أو حركات عيب، تصير تطلع فيه تقول له بس ولا أهلين ما في شيء. بس هذا بس تروحوا والله لا أورجيه. بالضبط نفس الشيء. حد يشوف لها صرفة، دبروها بمعرفتكم، شوفوا لها دولة تحتلها، مو شرط دولة مسلمة، عادي أي دولة، دولة فونانيسيا، ما بعرف مين هاي الدولة، ولكن أي دولة بلكي تشوفوها، حد يدير باله عليها، حد ينتبه عليه. أعتقد هي محتاجة مين يوجهها، حد ينصحها، يرشدها إلى الطريق الصح. شفت لما يقول أول ما يكون باب البيت مفتوح ابن أختك على طول ما بيصدق على الله، نفس الفكرة بالضبط، على طول يفلت في الشوارع وما بتعودوا تلاقوه. وفرنسا نفس الشيء ضايعة ونحن مش قادرين نلاقيها. طب يا باسل كل هذا شو القصة؟ شو صاير؟ شو القصة؟ استنى عم بمزح، ما في شيء هون. بس واحد من الشباب قال لي، كنت عم بقول له بدي أغير شيء باليوتيوب، شو أعمل؟ قال لي حط لابتوب قدامك، فجربت. ما شغلة تانية قبل ما نكمل القصة، أنا حابب أعرف إنه في ناس جداد عم تيجي كل مرة بالتعليقات، ولا هي نفس الناس اللي عم بتتابعني؟ بدي أعرف أنا عم بصنع قاعدة جماهيرية، في جمهور عم بيحبني، في جمهور عم بيستظرفني. أنا بس هي النقطة بدي أعرفها. بلكي اليوم بهذا الفيديو تساعدوني، اكتبوا لي تعليقاتكم، لأقولكم اسم تثبتوا وجودكم فيه، بس عشان أعرف أتأكد إنه هل أنتم نفسكم الجمهور اللي نحن عم نكبر مع بعض، ولا في ناس جديدة بكل فيديو أنا عم بنزله. فما حدا يبخل علي بأي لايك، عادي أنت عم تتفرج على الفيديو تقدر تضغط اللايك على فكرة، بس بحب أحكي لك. وكمان إذا أنت كنت جديد على القناة اشترك فيها. شو بمنعك انك تشترك فيها؟ لانه الاحصائيات تاعت اليوتيوب عم بتقلي انه في ناس جداد عم بيجوا عندك على القناة وبيشوفوا الفيديو كله وما بيشتركوا. ليش؟ انت بتعمل نفس لما نتفليكس تعلن عن اي فيلم، انت بتروح تحضره بالمواقع، تكتب اسم الفيلم مترجم، انا ببلاش اشترك. فخلونا نصلي على النبي ويلا نبدأ الحلقة. بكل بساطة فرنسا كل مرة يعني كانت كل سنة تعمل فضيحة، ولكن هلأ بخلال هاي السنة كلها عملت مجموعة فضايح. واو، وعلق وأصفق على هذا الإنجاز المش طبيعي بصراحة. لأنه هلأ عامل متحف، هو المتحف أعتقد والله أعلم قديم، ولكن تعرفوا بسبب السوشيال ميديا مش مطلعة هيك شيء، ولكن بتطلعوا للعلن، وأنا واحد من العلن، وأنا جيت أعلن عن هيك مصيبة. وكل بساطة الموضوع إنه فيه متحف. طبعا فرنسا معروفة بالمتاحف، مثل متحف اللوفر اللي فيه الموناليزا. مثل ما هذا المتحف مميز، هم راحوا يعملوا كمان متحف مميز، ما بعرف شو اسمه، اعتقد اسمه متحف ميوزام. المهم هيك شيء تقريبا، اعذروني اذا ما قلت اسمه صح. الفكرة منه انه لما تدخل هذا المتحف، انا ما بدي اطلع فيكم، ما بدي يكون في ايز كونتاكت، ولكن لما تدخل على هذا المتحف لازم تتجرد من كل ملابسك كلها. لا، بتقدر تضلك لابس الشوز، الله يعزك، مجردين من ملابسهم باستثناء الأحذية. بتلك الصورة يرحب متحف فرنسي بزواره داعيا إياهم إلى اكتشاف علاقة أوروبا بأسلوب حياة العراة من خلال التجول في قاعاته دون ملابس. انتم مستوعبين السؤال؟ ليش اسمه متحف؟ ليش مش مكان نادي تجمع الناس المتعريين؟ ليش سميتوه متحف؟ استنوا شوي، اعتقد اسمه متحف لانه فيه صور متصورة لناس متعريين، واحد هو وعم بينظف الحديقة تبعته ومتعري، واحد هو وعم ياكل ومتعري. مع ذلك ليش اسمه متحف؟ اي نادي ليلي فيه نفس هي التشبيهات اعتقد، ولكن لا كمان انا اسف، انا عم بغلط، انا كل شوي عم بغلط. النادي الليلي الناس فيه لابسين، كمان لابسين، ولكن مش متعريين. يعني هذا المتحف غطى على النادي الليلي باضعاف واضعاف. استنى، يمكن يجي مدير المتحف يعصب علي، يقول لي ويغ استنى، ما في اغاني، هادي، اوكي، رواق هيك، هدوء، جو متحف يعني. بس هو هيك، يمكن هذا هو الجو المتاحف اللي هم عاملينه. ايوه يا جماعة الخير، خلينا ناخذ الموضوع شوي بجدية بكفي. بس الموضوع مثل ما انا قلت لكم، متحف تدخل عليه لازم تتجرد من كل ملابسك وتكون متعري تماما. ولكن انه حكى انه المختص بهاي الامور، طب لسه الناس لابسين الشوز، الله يعزكم، حكى انه مشان انه اقدامهم ما تنأذي وما تتوسخ، ولكن لو كنا ضامنين حمايتهم كنا كمان
شلحناهم الشوز. الله يعزكم، الله يعزنا ويكبر شأننا أكثر وأكثر، أنه كل مرة عم بفتخر كوني عربي ومسلم. والله الحمد لله. لما يقول الإنسان ما عنده مصاري كتير، ما عنده حياة، ما عنده نعم كتير، ولكن والله العظيم أعظم نعمة ممكن الإنسان يكون عايش فيها هي نعمة الإسلام. المشكلة واللي بيقهرك أنه تصرفهم البشع وتصرفهم العيب بيروحوا بيجملوه ببعض العبارات العلمية مشان أنك ترتاح نفسيا للموضوع أكتر وأكتر. يعني بيجي بيقول لك متحف الحضارات في مرسيليا الفرنسية دعا زواره أن يتجولوا في قاعة وأروقة المتحف وهم عراة لاستكشافهم الجريء بالعلاقة ما بين أوروبا والتعبير عن الذات. اللي كاتب هاي العبارة روح اسأله، قل له أتحداك تقول لي شو معنى عبارتك هاي اللي انت قلتها، شو يعني العلاقة ما بين أوروبا واستكشاف الذات. الفكرة ما فيها انه هذا مذهب، وهذا المذهب له مسميات. اعتقد مذهب المتعريين او مذهب العراة او مذهب الطبيعة، له اكثر من مسمى. وشايفين انه هذا المذهب وهذا التصرف اللي انت بدك تتصرفه له كثير اشياء ايجابية. مثل شو؟ احكي لي مثل شو، انا حاب اعرف. استنى والله راح احكي لك هم شو قالوا مش انا. يؤثر على الصحة النفسية والجسدية ويعزز الثقة بالنفس، والحياة أفضل من غير قيود الملابس، عشان الجسم أو الجسد توصل أكبر كمية من أشعة الشمس ويتنفس هواء نقي. وهي كمان تدعو الجميع انه الناس تصحح وضعها الطبيعي، وضع الطبيعي للإنسان. ما فهمت شو معناته، ولكن اعتقد والله اعلم هو شيء واحد، انه الإنسان انه هو شخص متعري، او انه قصدهم كما خرج من بطن امه انه يكون متعري. انا هذا هي تحليلاتي، ما بدي اقول شو راح نشوف بكرة، ما بدي أقول إنه طب وبعدين بعد كم سنة شو ممكن نشوف. خلص وصلنا للأخير، هي هون الحافة، نحن وصلنا عند الحافة. شو ضل شيء؟ والله ما ضل شيء. يعني أنا مثلا بدي أشوف هذا السائح اللي عم بتمشى بفرنسا وشاف هذا المتحف من بعيد، خليني أروح لهذا المتحف، خلينا نروح لهنيك، يلا. وصل للمتحف. بعد ما دخل المتحف ما اكتشف شيء لسه، هو عم بتفرج على التماثيل وعم بتفرج على ما حوله ويطلع وينصدم انه يشوف اللي حواليه متعريين. ولا استنوا شوي، هو على كيفك تفوت لابس ولا مش على كيفك غصبا عنك لازم تكون متعري؟ والله ما بعرف، ولكن انا عندي فضول كثير اني ابحث بالموضوع، عشان بخصوص طبعا مش ابحث بالموضوع اشوف المتعريين، لا، انه اشوف الموضوع على كيفك تدخل متعري او لا، على كيفك تتصرف على كيفك ولا لا. انا لازم ابحث بخصوص هذا الموضوع، لانه اعتقد فرنسا مش هي الدولة الوحيدة اللي هيك، اعتقد كمان كندا نفس الموضوع ونفس الفكرة ونفس المبدأ ونفس الافكار الغريبة الغير طبيعية اللي قاعدة عم بتطلعها كندا، كمان فرنسا نفس الشيء. ولكن في بعض الدول الحكومة نفسها قاعدة عم بتجاهر وبتفتخر بالغلط اللي هي عم تعمله وعرفانة. بتحس انه هي الدولة اللي قاعدة عم تعمل هيك والحكومة اللي قاعدة عم تسوي هيك خلاص محتلة فكريا، خلاص تم السيطرة عليها من قبل جهات غير معلومة. واعتقد هي يمكن الدولة العميقة، في نظريات للدولة العميقة انه في ناس هم اللي عم بتحكموا ببعض الدول. اعتقد فرنسا منهم، ما بعرف. بتحس تصرفات فرنسا اللي هي عيني عينك وجهرا وامام الجميع غلط واضح وصريح، بتحس انه مش هم المتحكمين بتصرفاتهم، تحس انه في شيء لا يرى بالعين المجردة كمان هو اللي قاعد عم بتحكم بهاي الدولة. هذا هو العلم عند الله. فكانت هي حلقتنا لليوم، وهذا خبرنا لليوم. اتمنى تكون عجبتك الحلقة، واذا عجبتك لايك، ما بتخسر شيء. واذا انت جيت على القناة اشترك فيها وفعل الجرس عشان يوصلك كل شيء اول باول. ما ضل لنا شيء لل10,000 مشترك، بدنا همتكم، بدنا دعمكم لحتى نوصل لها باسرع وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.